السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. طبعا احنا جايين نتكلم معاكم النهارده في حاجة مهمة جدا، وهي إيه؟ أنت لو عندك مكان عاوز تربي، توكل على الله. عندك أوضة على السطح عاوز تعمل مشروع مع نفسك، أو عاوز تعمل مشروع تزود بيه دخلك زي ما بيقولوا. عندك مكان على السطح، أو أنت عاوز لسه تعمل مكان. في فيديو موجود على القناة بتاعتنا تربية الطيور مع الحواشي، اللي هو الفيديو بتاع ازاي تعمل مزرعة على السطح، حاجة كده صغيرة، وموجود الفيديو تقدروا ترجعوا له. واحنا معاكم باذن الله، وقلنا للناس كلها احنا عاوزين الناس كلها تربي فراخ. فانت اللي انت عايزه، بس انت جهز المكان، او قول المكان اللي عندي فيه واحد اتنين تلاته، واحنا معاكم. وباذن الله يعني انت مش محتاج الخبره من دلوقتي، يعني الخبره احنا معاك. اللي انت عاوزه بتسال فيه، وبنجاوب الناس كلها. واحنا عايزين الناس كلها تربي بفضل الله، يعني مش عايزين اكتر من كده. ربي وتوكل على الله. بفضل الله دلوقتي عندنا تربيه ارضي، عندنا تربيه باذن الله بقى لها يومين دلوقتي بطاريات. وباذن الله يوم الاثنين الجاي في ناس هتطلع فراخ من اللي هي ربتها، وربنا يصلح حالها، هنخرج فيديوهات على القناه. توكلوا على الله. اللي عاوز يربي يتوكل على الله، مفيش اي مشكله خالص. احنا معاه كل اللي احنا عاوزينه. انت اي استفسار او اي حاجه الناس تتصل بينا، اتصل واسال، واحنا نقدر نقول لحضرتك او نديك بعض المعلومات او الخبرات اللي عندنا، يعني كلها حاجات بسيطه. ونشجع الناس كلها على التربيه. احنا عاوزين الناس كلها تربي، توكل على الله. عندك مكان جهزه، او عندك المكان عاوز تسال فيه ايه اللي مطلوب فيه عشان تجهزه، اسال. وكل حاجه احنا بنجاوب فيها. بالاضافه كمان انت لو عندك بدرون، عندك زي ما بيقولوا كده مكان في الدور الارضي فاضي عاوز تعمل على سطح، زي ما قلت لك اي حاجه اسال فيها وتوكل على الله. انت لغايه دلوقتي ما بتربيش ليه؟ توكل على الله كده، يلا كله عاوزين الناس تشتغل. وباذن الله ربنا يصلح حال الجميع، وهنبتدي مع بعضنا واحده واحده، والخبره هتيجي واحده واحده، وما تقلقش. الموضوع كله سهل وبسيط، وربنا يصلح حال الجميع. وزي ما قلت لحضراتكم، القاعده بتاعتنا عاوز تربي توكل على الله، واحنا معاك باذن الله من غير مقاطعه. طلع انتاج كويس زي الفل. السلام عليكم.